اول بقى لما بغلب بقوم اعمله على طول شويه سمنه وشويه دقيق، هنطلع شويه كحك كده ايه يستاهل بقكم، في قلبك في قلبك. يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى عيون في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. صباحكم كده معطر بذكر الله، صباحكم مسك، صباحكم عنبر، كل حاجه حلوه كده في الدنيا على عيون احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني حابه قد كده، بجد بجد وحشتوني. اسفة عن تأخيري في تنزيل الفيديوهات، طبعا انتوا عارفين مشاغل الدنيا او يعني ايه الضغوطات بتاعة الحياة، فاعذروني بجد. وحشتوني 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 كمان مرة، وحشتوني من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم تشريفكم ليا بتشجيعكم في قناتي واشتراككم في قناتي كده ده شرف ليا وعلى راسي من فوق. منوريني 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 كده، ربنا يجازيكم كل خير ويجبر خاطركم ويصلح حالكم ويصلح حالي، اللهم امين. تعرف اول فيديو كده ناخد حسنات مع بعض ونذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وياتي بها الفرج. انا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي قلب اختك، تاكدي ان اشتراكك بيفرق معايا جدا. بتاخدي كده كل يوم دعوه كده مني، ربنا يجعلها من نصيبكم يا رب، اللهم امين. فربنا يجبر خاطركم. يعني عاوزه اقول لكم ان يا رب يجعل الحلو كله اللي في الحياه ليكم، يجعل لكم نصيب من الحلو اللي في الحياه، اللهم امين. النهارده بقى هعمل معاكم شويه كحك كده، اول مره اعملهم على القناه هنا، لكن انا عاملاها على القناه التانية كذا مره. حبيت ان انا اشارك معاكم الطريقه، طريقة تحفة وبسيطة جدا جدا جدا. فمستنية ايه يا ست الكل غير انك تحطي اللايك، والامانة اللي ما بيني وما بينك ليوم من القيامة انك تنزلي تحطي اللايك كده وتكتبي لي تعليق وتصلي على النبي كده في قلبك كده تذكري الله، وتتفرجي على اطول وقت ممكن من الفيديو. ربنا يجازيكي كل خير، اللهم امين. تداي خير هم ولا محتسب تعملي ايه؟ تعالي هنا. هعمل كحك. فالكحك انا بعمله بمقدار معين. الكحك اللي هو ايه؟ الكحك اللي هو بتاع الفطار الناشف اللي احنا بنفطر بيه. انا بعمل ازاي يا بنات؟ او مقداري ايه؟ 3 كيلو دقيق اللي هما قدامكم دول، الدقيق متعدد الاستخدام او دقيق الكحك والبسكويت، اي دقيق عندك موجود هينفع معاكي. وشوية سمسم. وانا كنت بوزن معاكم السمنة، ال3 كيلو دقيق دول بياخدوا كيلو سمنة صافي، ومعاهم ربع كوباية زيت، نص كوباية زيت زي ما تحبي. طب الزيت فايدته ايه؟ بيخلي الكحكايه مقرمشة معاكي، ما يخليهاش دايبة كده، تمام. ذرة ملح بقى وشوية سكر كده علشان الحلال بتاع الدقيق. وهنعجن بقى كده. كانت السمنة سخن، بحط السمنة تغلي على النار لدرجة ان هي توصل لمرحلة الغليان، تقدح يعني بمعنى اصح، تمام. انا هعمله على المقدوح. طب ما انتش عاملاه على البارد ليه يا ريهام؟ انت هتعملي كميه صغيره. انا اتعودت ان انا بحب طعم المقدوح، طبعا زي ما اتعودنا زمان. كان امهاتنا بقى وجدتنا وكده كانوا بيعملوا كميات كبيره. ففايدة أدحان السمنة أو أدحان طشة السمنة على العجين ده ما يخلوش يفسد منك بسرعة، ولا يعني تحطيه كده. ده المادة الحافظة بتاعت الكحك، يعني انتوا فاهمين. يعني تعملوا كمية كحك كبيرة وتسيبوها يعني مدة طويلة تستخدمي منها، ما بيجرالوش اي حاجة، لان هم زمان اساسا كانوا بيعملوا بال50 كيلو وبال25 كيلو. اخرنا دلوقتي 2 كيلو و3 كيلو، بنبقى ايه يعني ايه بظبطنا الدنيا. المهم، طشيت السمنة. وطبعا المرحلة دي خطرة جدا 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 جدا، انا حبيت اطشها معاكم عشان تشوفوا من اول للاخر. وجيت افرك كده السمنة في الدقيق، والمرحلة دي لازم لازم تتعمل ومهمة جدا انك تفركي السمنة بالدقيق او تبسي السمنة بالدقيق، تمام. إيه فايدتها يا ريهام؟ ان بتخلي الكحكاية كده معاكي دايبة، تخلي لها طعم حلو، تخلي لها قوام حلو، كل حاجة. يعني إيه هو لازم تبسيه كده هتاخدي احلى كحكاية، تاخدي كحكايه مقرمشه كده معاك وحلوه قوي. هنا بعمل ايه محتاسه وبعمل ايه؟ جبت بقى الدقيق لان كان سخن نار من السمنه. وهنا جبت اللبن بتاعي اللي انا هعمل بيه، وعاوز تعملي بميه، لو مفيش لبن متاح عندك اعملي بميه. وجبت بقى ايه باكو خميره، وخدت شويه لبن كده من اللبن اللي انا هعجن بيه، وقمت حطاه على الخميره. من غبائي ان انا كترت الخمير. ما هو لازم برضو يعني ايه، اما اقول لكم ان انا عملت حاجة، انا بعمل الكحك على طول، دايما على طول لازم حاجة في بيتي علشان الولاد، انتوا عارفين الاطفال وكده. وانا كمان من الناس اللي بحب ان انا يعني اكل حاجة خفيفة على الصبح، بسكوتاية، كحكاية، حتة كيكة، الحاجات دي انتوا فاهمين. فانا من غبائي
عملت المرة دي مش عارفة اتغبيت ليه. انا كل مرة بعمله بالخميرة اللي هي الخميرة البيرة، بحط قطعة كده قد نص عقلة الصباع لا تذكر. المرة دي قمت كبة يعتبر كيس الخميرة، مفيش غير شوية صغيرين اتبقوا منه. فدي كانت حركة غبية، فبس انا بعرفها لكم عشان لما تيجوا تعملوا كحك بلاش تستخدموا خميرة ياما، لان اللبن اساسا خميرة. تمام. فهي انا مش عارفة كنت ساهية او ايه اللي حصل في الحتة دي في المقطع ده، فكبيت الخميرة الباكو، لان انا ما بستخدمش الخميرة دي عامة. انا بحب الخميرة التانية اللي هي القطع دي. وجيت بقى تحت المروحة هنا، قلت ابرد الدقيق براحته كده، لان بياخد مدة كبيرة جدا على بال ما بيبرد. السمنة بقى معانا، انا بعمل في ألمونيوم زي ما انتوا شايفين كده، فبحتاج ان هي تبرد بقى تماما. بعد ما دوبت الخميرة كده في اللبن وسبتهم ان هما يهدوا، لقيت ما بدهاش فايدة، قمت واخدة العجينة بتاعتي وقمت داخلة في اوضة النوم وقمت مشغلة عليها المروحة لحد لما بردت تماما. وقمت جايبة بقى العجين بتاعي او السمنة على دقيق، وبعدين جبت بقى اللبن بالخميرة وقمت حطاه على وش كده، وقمت جايبة اسانس الورد. انا بحب ان انا استخدم اسانس الورد، او في ناس بتستخدم موز، في ناس بتستخدم يعني روايح كتير، بس انا بحب الورد ده، بخليه طعم كده، طعم حلو، الكحكايه كده طعمها حلو كده، فيها طعم حلو. حطيت الاسانس وبدأت ان انا أه اقعد بقى ادعك، مش هلت العجين، مش هعجن. اهم حاجه لو وصلت لحد هنا بفكرك لو الفيديو عجبك هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم، وصلوا الفيديو ده ل100 لايك. في فيديوهات كتير وصلت ل100 لايك عندي على القناه، فرحانه جدا جدا بيكم بجد، ربنا يدومكم نعمه في حياتي، اللهم امين. فوصلوا الفيديو ده ل100 لايك، كل اللي يدخل بقى يتفرج على الفيديو كده يحط له لايكات كتير كتير كتير، وعاوز تعليقات. مش معنى حط لي لايكات كتير انك تقعدي تحطي لايكات كده بتحسب عندي، لا، هو لايك واحد ضغطة واحدة على الزر بس، كل اللي يدخل يحط لايك، مش هتخسروا حاجة. هنا عملت قعدت الوت العجين. يعني ايه؟ يعني شغلت العجين. يعني ايه شغلت العجين؟ يعني اشرب اللبن كله للعجين اللي عندي، بحيث ان انا ما بعجنش. بصوا انتوا لو تلاحظوا ان انا بمسك قطعتين كده وبروح رايحه جايه بيهم، بصوا بشرب بس مش اكتر. طب مش كميه اللبن دي يا ريهام هتبقى كتيره؟ مش هتبقى كتيره، لان انا ما بعملش كحك ناعم من اللي هو الدايب، فده بياخد معايا لبن، بياخد معايا كيلو لبن، وخد معايا ربع كوبايه ميه كده. تمام. فانا عاوزاه اساسا اللي هو مريح، يعني لا ناشف قوي ولا ان هو كحك ناعم، اللي هو بتاع الفطار عامة، بتاع الشاي اللي احنا بنجيبه من اي مخبز. فبياخد مية وبياخد لبن عادي، اللي انت حباه يعني. فاللهم ذكرني كنت هقول لكم اللي هو الدايب ده ما بياخدش غير ربع كوبايه ميه عشان تلمي بقى بس العجين. كده كنت بختبر العجينه بتاعتي وبعملها على ايدي كده وبشمها. بحب ريحه العجين قوي في المرحله دي، ان انا بشم ريحه الورد فيه، او الموارد يعني بمعنى اصح. بس ده اسانس، ده مش موارد، ده اسانس ورد، في اختلاف ما بين الموارد والاسانس. تمام. ولقيته محتاج ان هو هيدوخني في البرمة ذات نفسها بتاعة الكحك، لازم اختبر حتة كده علشان اشوف هيبقى عامل ازاي في ايدي وانا ببرم. فلقيته محتاج ربع كوباية مية كده، حطيتها له وبشربها للعجين تاني، واحدة واحدة، وماشية معاكم واحدة واحدة لحد لما هوريكم النتيجة كلها هتطلع معايا ازاي. كده كان تمام التمام، مش محتاج اي حاجة بقى غير ان انا اخده كده واشتغل فيه على طول. تعالوا بقى اوريكم العجينة من قريب هتبقى شكلها عامل ازاي، او القوام بتاعها عامل ازاي. لها قوام معين كده، بتبقى عجينة عادية انك تقدري تتحكمي فيها وتبرميها، تعملي الكحكاية بيها، يعني ما تصعبيش، ما تبقاش صعبة او قاسية في ايدك، انتوا فاهمين؟ هتبقى بالشكل ده. المفروض ان انا كنت دايما بخبز الكحك عندي في البوتاجاز تحت، في فرن البوتاجاز، وكان بيطلع احلى ما يمكن. المرة دي حاسه ان انا يعني تعبت جدا 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 فيه. المفروض ان ال3 كيلو دول، عشان انا بعملهم لوحدي مفيش حد بيعمل معايا، بعملهم في ساعتين خبيز وتقطيع. تمام. لان في الفرن طبعا ما بياخدش غير صاجين جنب بعض،
فاتغبيت وطلعت بقى على الفرن اللي هو اللي بغاز الكبير ده اللي هو فوق السطح، وقلت ايه اجرب ان انا اعمل فيه. انا عامله فيه مره قبل كده وكان كويس وحلو يعني، مش هيقول لا. بس اللي اكتشفته ان انا بغيب جدا 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 في الفرن الكبير اللي هو الفرن الغاز ده عن الفرن بتاع البوتاجاز. يا جدعان غبت جدا. انا بدأت فيه في الكمية دي، بدأت حوالي بدأ تقطيع اللي هو الساعة 4:30، ان انا عجنت وطالعة بقى ان انا اقطع فوق. آه لقيت نفسي نازلة من فوق حوالي الساعة 7:30 او الساعة 8، فاتأخرت قوي. حاسة ان انا خد مني مجهود كبير، مش فاهمة ليه، هو اول مرة تحصل كده. فانا علشان اكون يعني صريحة معاكم، اما تيجوا تعملوه لو عايزين تسهلوا على نفسكم المشوار او المدة بتاعة الكحك او يعني الكمية ذات نفسها ما تاخدش وقت معاكم، في الفرن بتاع البوتاجاز تحت ما بياخدش وقت وبيطلعهولك كأن فرن الطابون. الفرن اللي فوق ده بيطلعه برضو نقشته حلوة وكويس، مش هنقول وحش، لكن بياخد وقت جدا، بياخد وقت كبير معايا. هنا بقى نسيت اقول لكم ان انا لقيت عثرت يعني على قطعة من الملبن بتاع الكحك في التلاجة من اخر مرة كنت عاملة. فقلت ايه هزود قطعة عجين، شوية سمنة واخليها دايبة كده زي بتاع الافراح، واقوم حشياه شوية الملبن اللي عندي او قطعة الملبن بقطعه كده مكعبات واحشي بيه. تمام. جيت بقى كده مرحلة الخبيز، هيبقى مرحلة خبيز وتكحيك يعني برم الكحك برضو في نفس الوقت. حطوا اللايك لو لسه ما حطوش اللايك، يا ريت تنزلوا تحطوه. فهنا كنت شغلت الفرن، وكان طلع اول صاجين. انا بظبط الاول الفرن بتاعي طبعا بالصجان الاولانيه او اول فرن يتحط بتخبز اول حاجه. تمام. وبعد كده بقى بشتغل على نفس درجه الحراره ان انا ايه عملتها ظبطتها دي. كان طعمه تحفة. كان أول صاج طلع أو صاجين طلعوا كان طعمه تحفة وطلع مظبوط جدا جدا جدا. بس اللي أنا غلطت فيه إن أنا زودت الخميرة فخمر مني. فلما بيخمر منك فلما يجي يدخل الفرن بتلاقي النقشة بتاعته متغيرة. عامة انا مبشكرش في نفسي في حاجة، بس الكحك انا عليا اللهم بارك برمة، يعني بعمل الكحكاية مظبوطة جدا، لا فيها خبطة كده ولا فيها حتة طالعة ولا فيها حتة نازلة. اللهم بارك يعني. وده كان علام مامتي، يعني مامتي حاولت يعني بقيت ان انا ابص لماما بتعمل ازاي. ماما اللهم بارك الناس كلها بتحب الكحكايه بتاعتها لانها بتبقى مظبوطه بالشعره، مفيهاش حته غويطه وحته ايه طالعه وحته داخله وحته من دي. فانا كنت بركز معاها قوي في الكحكايه، اللهم بارك طلعت ايدي زيها بالظبط في الكحك. فاللي عكنن عليا في الكحك ان انا زودت له الخميره، فحسيت ان الكحك خمر مني وقب كده الكحكايه نفشت مني، وما دخلت الفرن هبطت. فده اثر على شكل الكحكايه ان هي فيها اللي هو تخبيطه شويه. هنا بقى بقيت احط الثلاث صجان، صاجين كده تحت في الارضيه وصاج فوقيهم، صاج يعني راكب فوقيهم كده بحيث ان انا يبقوا التلاتة خلصوا مع بعض. الواحد يطلع، التالت اللي هو بيبقى متعلق فوقه ده فوق الصاج بقوم منزلاه ايه على الارضيه تاني. دي الكميه اللي كانت طلعت معايا اهي، هجنبها في جنب كده احطها في صاج لحد لما الحله تخلص اقوم اعبيهم في الحله. طلع عجب العيال قوي قوي قوي، وبقوا يعني اللهم بارك اكلوا كميه منه وانا بخبزه كده، ولسه طالع بقى من الفرن كده، كان بيبقى طعمه حلو والولاد فرحانين بيه. وهنا بقى كانت الصجان، لما كانت الصجان كاملة كلها معايا ففي صاجين كبار كده، فقلت اعمل كمية واحطها على الصاجين دول، وبعدين ان انا انقل من الصاج احطها ايه في الصاج اللي هو الصغير ده، علشان يعني ما اقعدش استنى ان الصاج يطلع من الفرن وعلى بال ما يبرد وعلى بال ما كده واقعد لسه اقطع. لا، انا مليت الصاج الكبير وبنقل من الصاج الكبير للصاج الصغير اللي انتوا شايفينه ده. بفضل بقى ان انا ابص كده على الكحكاية على القعر بتاعها علشان السوا بتاعها يبقى مظبوط كله زي بعض. وطبعا كنت بحاول ان انا اخلي بالي من الفرن، لان كان في كمية لسه مخلصتش معايا قطعة كده من العجين، فكنت بعمل كحك بيها. وكنت برضو مركزة ان انا مسهاش خالص على الفرن بحيث ان مفيش اي حاجة تحرق مني او اي حاجة ايه
تبوظ مني لا قدر الله. محدش بقى يتكلم بقى على المكان اللي انا قاعده فيه ده. دي اوضه طبعا نصها بنربي فيه ونصها حاطين فيه اوضه الفرن، ربنا يوسع علينا وعليكم يعني. هنا بقى ده كنت خلاص خلصت ونزلت. لون الكحكايه مش واضح بالفلتر اللي انا بصور بيه، لكن اللهم بارك لونه طالع خطير جدا جدا وطعمه تحفة. ودول كانوا شوية اللي هم يعتبروا عاملين يعني هم الناشفين شوية اللي هو بتاع الشاي، وشوية اللي انا كنت عاملاهم كان نفسي في الكحك اللي هو بسكر الناعم ده، فعملت شوية كده هوريهولكم برضو. واللي هو كان يعني محشي ملبن عامة اهو، ده الشكل بتاعه. وبس كده، وده الشكل النهائي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم بقى تبخلوش عليا بأحلى لايك من أحلى اخوات في الدنيا. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.